السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل فطار جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. هنعمل عيش بلدي. الدقيق الموجود قدام حضراتكم ده دقيق فاخر عادي من اللي احنا بنشتريه من المحلات، والتاني دوت دقيق غلة جايباه من عند قرايبنا في الارياف. دوت هما بيطحنوا الدقيق، بيبقى كذا نوع. انا قلت يعني انا عايزه حبه قبل ما يبقى درجات يعني، وهو فيه الرده بتاعته. فهم جابوا لي حبه الدقيق الحلوين ده، هم بسم الله ما شاء الله عليهم، جابوا لي كميه يعني. هعجنه. هعمل العيش البلدي بتاعنا العادي دوت اللي احنا بناكله في الارياف. هنعمل الحبه الصغيرين دولت، هعجنهم ويبقوا في منتهى الجمال ان شاء الله. وانا زودت عليهم حبه دقيق ابيض فاخر من اللي احنا بنعمله ده. فحطيت عليهم ملح وحطيت عليهم ميه دافيه، والخميره بتاعتي مضمونه، فانا حطيتها على طول. وحطيت حبه سكر وقعدت اعجن فيه. انا كنت مشغله الفيديو يا جماعه وانا بعجنه، والله العظيم قعدت اعجنه زياده عن ربع ساعه. الحبه الصغيرين دول ولدت واعجن فيهم لحد ما خليتهم بسم الله ما شاء الله جمال. جماعه، هو العجين هو اللي بيخلي ان انا اعجنه كويس قوي. بنقول عليها قلته كويس قوي. دوت هو اللي بيخليه يقب وبيخليه طري وبيخليه طعمه جميل، مش بيخليه كده مسكوع كده زي ما بيقولوا يعني مسكع. لا، بيخليه حتى لو ما قبش وعلى جامد كده يبقى مبقبق كده وشكله حلو. انا سبته شويه لحد ما خمر، وكنت مغطياه بغطا تقيل. خمر وبعدين كمان قطعته، وقلت اعمل الفرخ. انا هعمل الفرخه مش هشويها ولا اعمل لها حاجه، هعملها مسلوقه عشان انا عاوز اخد الشوربه بتاعتها اعمل عليها ملوخيه. انا يعني مثلا لما اجي اسلق فراخ احط حته سمنه بلدي او حبه زيت او حاجه، واحط وحدتين لورا وحبهان، واحط فيهم الفراخ كده تتشوح، تاخد تقليبتين تشويحه كده حلوه. يعني دوت بيديها طعم جميل. وكمان بزود لها وانا بشوحها، بحط لها فلفل اسمر وملح. لو انا بشوح لحمه يا جماعه بحط حبه ملح شويه صغيرين خالص، يعني مكملش نص معلقه. لكن هنا انا ممكن احط الملح كله بتاع الفرخه علشان يبقى طعمها من جواها حلو كده وجميل. واسيبها بتتشوح على كل جنب شويه، واقلبها على الجنب التاني. بس انا اول ما بحطها على اللي فيه جلد يا جماعه اهيت. وبعدين حطيت لها طماطم وجزر وبصل وقرن فلفل اخضر، حته فلفل اخضر كده، واجي مقلباها تقليبه وحاطه فوقها الميه بتاعتها. بسم الله ما شاء الله الشوربه بتاعتها في منتهى الجمال. هنا انا هعمل محشي. طبعا انا عندي كل حاجه متفرزه. التفريزات دي انا كنت عاملاها مع حضراتكم قبل كده. عندي التسبيكه بتاعت المحشي موجوده في التلاجة، عليها الخضره ويعني متظبطه من عدا التوابل بتاعتها. بس انا لازم احط حبه خضره طازه كده عليها علشان برضك يدوا طعم جميل كده. وبقلبها كويس واحط عليها التوابل. انا بخزنها من غير توابل. توابل انا حطيت كمون وفلفل اسمر وملح وبصل بودر وتوم بودر حطيته عليها. وطبعا جبت اللي هو الكرنب دوت انا عاملاه في الفريزر، يا دوبك اشتغلت على طول، ما خدش مني وقت. هو احسن حاجه التجهيزات لرمضان والاستعجال دوت حاجه كويسه جدا. ما تخليكيش انتي تبقي محتاره وقتك ضيق بتشتغلي اي حاجه، لا. او عملت حبه المحشي شويه صغيرين، بس انا طمعت كنت عامله الحله دي، بس جبت حله كمان وعملتها. اهي الشوربه يا جماعه بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. انا هحمرها في الفرن، فبنشيلها بالبصل بالجزر بالطماطم بكل حاجه، واحطها في الصينيه، واحط معاها كمان حبه شوربه عشان ما تلزقش مني يا جماعه، واحط لها حبه زيت وادخلها في الفرن اهي. هحط كل الحاجات اللي جوه يا جماعه اللي معاها اللي بسلقها بيها، هطلعها معاها علشان مثلا تحميها برضك وتحيقها كده تديها طعم كويس. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو يا جماعه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، دعمكم ليا بيسعدني وبيرفع القناه. اهيت الفراخ اهيت كده خلاص. هحطها في الفرن على طول، احط لها حبه زيت واحطها في الفرن.
يعني بتبقى طعمها حلو بردك في الفرن. لو انت عايزه تحمريها على البوتاجاز حمريها، بس انا بستسهل بقول كله يلا بالمره كده في الفرن. بسم الله ما شاء الله، طعمها بيبقى حلو كده بردك. هحط لها فلفل اسمر وادخلها الفرن. ان شاء الله اكل يكون بيعجبكم. لو في اي اقتراح او تعديل او اي حاجه احب اسمعه من حضراتكم، يعني عشان نوصل بالقناه انها تكون احسن حاجه، يعني تكون في مستوى كويس يعني يليق بيكم. وانا حطيت المحشي اهوت على النار، واحط له الشوربه، حبه شوربه صغيرين والباقي ميه، وهوت وهحركه كده علشان ما تبقاش الشوربه بتاعته او الميه بتاعته من فوق بس، وهغطيه واسيبه لحد ما يشرب ميته، وبعدين اوطي عليه. هنا هعمل حبه ملوخيه، ملوخيه خضراء. انا بجيب يا جماعه مثلا بجيب كيلو وبقسمه على 3 مرات، بعمل طبق. يعني الحبه دولت انا قسمتهم عملتهم على مرتين، اعمل طبقين يعني. ادي اهوت العجين بعد ما خمر وقرصته وسبته شويه، قطعته كده وهبططه وهعمله ادخله الفرن. ده العيش البلدي بتاعنا يا جماعه اللي بناكله عند اهالينا، اللي كنا بنعمله زمان كده، نقعد نعمله في الفرن كده بريحته الجميله. بس انا هعمله في فرن البوتاجاز، عشان كده بحاول اخليه طويل كده علشان الصاجه بتاعه البوتاجاز تاخد 3، لو انا عملته مدور هتاخد 2، فبحاول اعمله طويل كده يعني عشان تاخد 3 يعني. وببططه من تحت يا جماعه على رده. انا طلعت بردك من الدقيق اللي قرايبي جابوهولي دوت، طلعت منه حبه رده، حطيت فوق دقيق وبططه من تحت على رده. والله كان طعمه في منتهى الجمال. الحبه دولت قعدوا عندنا حوالي 2-3. انا كنت عاملاه علشان كانوا ولادي عايزين ياكلوه بالملوخيه، يعني قالوا بيبقى حلو بالملوخيه العيش البلدي ده. جبت المطرحه اهوت بلاش الكرتونه، عشان انا كنت بدخلها على الكرتونه، فطلعت فوق جبت من على السطح يعني، جبت المطرح اهو. بسم الله ما شاء الله. ودوت يعني اول واحد حطيته اهوت وقب. بسم الله ما شاء الله. وده كان فطارنا النهارده. المغرب كان اذن يا جماعه، جيت عامله طشه الملوخيه بسرعه، اللي هي عباره عن توم وكزبره ناشفه وحبه سمنه او حبه زيت، وقلتهم وحطيتهم فوق الملوخيه بالشوربه طبعا. لا والله. ودوت كان فطارنا النهارده. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.